أول حاجة هنتكلم عليها النهارده في أول حلقات قانون العمل الجديد هي كلمة توافق. يعني إيه التوافق؟ يعني قانون العمل الجديد عمل إيه مع القوانين ذات الصلة؟ والحقيقة قانون العمل ركز أهم حاجة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019. وعمل إيه؟ وأقر ببعض المواد اللي في القانون اللي كان فيها تضارب مع قانون العمل. زي إيه؟ اتكلم على صندوق الشيخوخة والعجز والوفاة اللي هي نسبة العامل فيه 9% وصاحب العمل 12%. واتكلم كمان على الجزئية الخاصة إن إحنا كل 7 سنين هنزود 1% مناصفة بين العامل وصاحب العمل. وده يديك معلومة مهمة جدا وقلناها قبل كده في التأمينات، إن حصة العامل من 1/1/2027 هتبقى 11.5%، وحصة صاحب العمل من 1/1/27 هتبقى 19.4%. ده معناه إيه؟ معناه إن حضرتك لازم تاخد بالك من حاجة مهمة، إن كل 7 سنين أنت مش مستني منشور، أنت هتزود حصة العامل وصاحب العمل بمقدار نص في المية. وراعى كمان المكافأة وشرحها، وراعى حاجات كتيرة جدا في التأمينات الاجتماعية زي كافة الصناديق المعمول بها، وأقر بتطبيق قانون 148. والحتة اللي ركز فيها قوي وكانت عاملة كونفليكت، حتة لو حد توفى أثناء العمل وغيره إيه اللي هيحصل؟ قال لك هنصرف شهرين مصاريف جنازة لأي حد يثبت إن هو صرف الفلوس دي، وهنصرف كمان شهر منحة وفاة مع شهرين متتاليين. أي حد هيتوفى أهله هياخدوا شهرين مصاريف جنازة بلس 3 شهور منحة وفاة، بلس كمان الأيام الفعلية اللي هو اشتغلها. وهو أقر ده في قانون التأمينات الاجتماعية وشال كل الكونفليكت الخاص بيه. تاني حاجة كانت بتعمل كونفليكت في قانون التأمينات الاجتماعية هي العلاوة الدورية وحسبتها، لأن طبقا لقانون العمل كنا بنحسبها على الأجر الأساسي، وطبقا لقانون التأمينات 148 كنا بنحسبها على العلاوة الدورية بنحسبها على أجر الاشتراك. فعليا طبقا لقانون العمل الجديد قال لك لا، هنحسبها بعد كده علاوة دورية 3% من أجر اشتراك التأمين، فلغى الكونفليكت ده. برضه بدأ يركز على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، واتكلم على قانون الطفل، وما نسيش برضه حق ال5% أو قانون ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هو رقم 10 سنة 2018. الميزة في القانون ده إن هو مش بيحمي العامل فقط، ده راعى وربط كل القوانين الأخرى علشان نمشي في مسار سليم 100% من غير أي قانون. تابعونا في حلقات مستمرة مع اي بي اس ايجنت. ولو عايز تشتغل كل حاجة بإيديك وتعرف أهم النقط اللي غطاها قانون العمل وأهم البروس اللي هنعملها، ممكن تساعد على الورك شوب اللي خاصة بقانون العمل الجديد في اي بي اس ايجنت.